Well, sir, I just want to ask you, will you continue to use cluster weapons in Yemen? This is like the question, did you stop beating your wife? But yet, yes or no? Yes or no? Will you continue to use cluster weapons? I'm not a politician. بعد عندي توضيح يا جماعة، أشتي أوضح شغلة واحدة، إنه اليوم تابعت بالصحف والفيسبوك طبعا ضجة عاملين إنه السفير السعودي يغلط على اليمن ويسب اليمن ويتكلم على اليمن. أنا بصراحة مش شايفين الغلط، فجالس راجع الفيديو عدة مرات. طبعا افتهم لي وين الغلط. الغلط باختلاف الثقافات. طبعا الراجل يقول إنه سؤالك، يقول الصحفي بيسأله هل ستوقفون ضرب القنابل العنقودية على اليمن؟ رد عليها السفير السعودي يقول له سؤالك هذا زي سؤال هل ستتوقف بضرب مرتك؟ طبعا هذا السؤال هو مش بيقارن اليمن بالمرأة، لا هذا سؤال بالإنجليزي مشهور، يعني سؤال يسمى السؤال الملغوم loaded question بالإنجليزي، يعني اللي يفهموا وعاشوا بالإنجليزية، يعني لما يسألك واحد سؤال واحتمال الإجابة نعم أو لا، وكلا الإجابتان تورطك. بمعنى مثلا أنا لما أسألك هل ستتوقف بضرب مرتك، إذا قلت نعم سأتوقف معناته أنه اعترف ضمنا أنك تضربها، وإذا قلت لا معناته اعترفت أنك بتضربها. فهو سؤال ذكي، يسموه بالإنجليزي اللورد كويستشن أو السؤال الملغوم. فهو السفير السعودي بيضحك على الصحفي، بيرد عليه بيقول له أنت سؤالك ذكي زي السؤال الإنجليزي المشهور الذي يقول هل ستتوقف بضرب مرتك، وأنت تريد أن تورطني، يعني إذا قلت نعم سنتوقف فهناك مشكلة، وإذا قلت لا هناك مشكلة. فأرجو لا تفهموا الأمور غلط وتستغلوا المواقف. وذا السعودية يعني اليمن معروفة وما حد يغلط عليها بهذا الشكل المقزز بصراحة. يعني أنا مش أدافع على السعودية، ولا تربطوني الآن أنا يعني مقاومة ولا حوثي، ما ليش علاقة بالموضوع، أنا رجل حالي حال نفسي، بس حبيت أفهم لكم نقطة، يعني لا تستعجلوش بالحكم. وأسألكم برضو مرة سؤال، يعني لما واحد يبغى يغالطك أو يدي لك سؤال يوقعك في الفخ انه كل الاجابات بتورطك، يسمى اللورد كويستشن. قل له هذا سؤالك زي سؤال هل ستتوقف بضرب زوجتك. ارجو انها وصلت الفكرة، ولا بعمل فيديو ثاني يوضح لكم. شكرا جزيلا.